أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدار فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لكم ما تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا غير عديد وأن يخفف عنكم والإنسان ضعيف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ترى منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وسل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فحذوهن واهجروهن في المضاجع إن سبيل إن الله كان عليما حكيما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ومن يقل الشيطان له قرينا فساء قرينا. ونادى عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وآمنوا بما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعسينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهنا وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم يزكي من يشاء كيف يفترى الله الكذب وكفى به مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين بالذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. أن يزدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما. من آمن بما تزداد وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلوا وجودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونفيرا ضريعا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس صدقكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله لا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم قائلا في أنفسهم وأمرهم
آمنوا اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبدئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبين فاتتي ليتني كنت فيقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت شيطان كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ومن عند الله وما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يسر ما يريدون على الله وكفى بالله وكيلا لا يتدبرون القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بالله وأشد بأسا وأشد تأثيرا من يخشى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة يكن له منها وكان الله على كل شيء مقيتا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ليجمعنكم إلى يوم القيامة فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركان
نكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وأن تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوا وأتوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم وقاتلوهم وإليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة متتابعة توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا عنهم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فهو الله كان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذ خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى
وليت دائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا منعتم فأقيموا الصلاة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء قوم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا ولا رحيما تجادل عن الذين يختارون يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وما أريد أن يتون ما غيرنا من القول كان الله يعملون الخير أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله يوم القيامة يوم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يستغفر الله يجد له غفورا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك لا شيء أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عليما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يؤمن بالله فقد ضل ضلالا بعيدا من دونه عاثوا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وأتخذن من عبدك نصيبا مفروضا ولو ذلنهم ولو منينهم ولا أمرنهم فيبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا عندهم ويمنيهم عليهم شيطان إلا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما يعمل سوء يجزى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أو مرجع من ملة إبراهيم حنيفا وكان إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما أدرك الله بكل شيء
الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلون فإن الله كان بعليم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو عرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ثواب فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم الكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونحن من المؤمنين فلا يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين. المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ويذكرون الله قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يريدون عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أولئك هم الكافرون حقا للكافرين عذابا مهينا. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجرهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جرتا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات وعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الدور بميثاقهم وقلنا لهم قل باب سجدا وقلنا لا تأتوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم بالأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فضل عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا رفعه الله وكان الله عزيزا حكيما. وإن الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لكن الله يشهد بما أنزل إليك يشهدون وكفى بالله شهيدا. الذين كفروا وصدوا سبيل الله ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن إلا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا طريقا جهاد وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وتكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض
عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستعجب ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين كفروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم جنات من فضله ويهديهم صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وأشهر الحرام والهدي والغلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تكلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسك عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكن بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ولكن يريد ليطهركم ويتم عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم بعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجون من الظلمات إلى النور بإذنه من صراط مستقيم. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء ولا نذير ما جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء بكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت
من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بسطت إلي يدك لتقتلني بنفسي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه وأطلع فيه فقتله فأصبح من الخاسرين وبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون وأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلا الذين تابوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبوا نكالا من الله ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك من الله شيئا أولئك الذين يريد الله أن يطهرهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم وإن تريد ولا يضرك شيء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ولم يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فلما تولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وشاوري ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس
والنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما معكم لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وسابقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعضهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ومن أحسن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح ومن ليصبروا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إن علماءكم حبط أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ربكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا بالكفر وخرجوا بأنهم بما كانوا يكذبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان عليهم السلطان بسما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا وألغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب ولا يحب المفسدين واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لكنوا من فوقهم ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طغيانا وكفرا لا تنساهم بالكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا خوف عليهم ولا هم يحزنون تغرقنا منها بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ومواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم محمد ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن أمه صديقة كان يأكلان الطعام لهم الآيات ثم أنظرنا يفكون قل تعبدون من دون الله ما لا ينفع لكم ولا نفع الله سميع قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كانوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى